انت لسه بتشتري بهارات البطاطس الصناعيه اللي كلها الوان ومكسبات فري وجلوتامات صوديوم. طب انا اقول لك على حاجه سهله وحلوه، انا هخليكي تعملي 50 جرام من البهارات دي عندك في البيت، وهقول لك على الجرامات اللي انت هتحطيها عشان توصلي لل 50 جرام بهارات طبيعيه، وعندك من البيت حاجه نظيفه ومميزه، وتعملي الخلطه اللي فعلا هتعجبك. قبل ما نبدا الفيديو اعمل لنا لايك وسيف عشان الفيديو يوصل لناس تانية وتعامل المحتوى اللي احنا بنقدمه. ويلا بينا مع بعض. هنجيب 18 جرام بابريكا مدخنه، نركز في اللون بتاع البابريكا زي ما احنا كنا بنتكلم قبل كده ان لون البابريكا يبقى مميز وريحتها تكون طبيعيه مش صناعيه. ونجيب 9 جرام كمون اخضر بلدي مصري زي اللي انا هوري لك صورته ده بالظبط. نجيب بعد كده 9 جرام توم باودر، ده مهم قوي، ونركز في ان التوم الباودر يكون توم باودر طبيعي اللي بيبقى لونه مصفر مش اللي بيبقى لونه ابيض. ونجيب 4.5 جرام بصل باودر، نجيب 4.5 جرام فلفل اسود، نجيب 4.5 جرام الشطه دي اختياري، حابه ان انت تحطيها او لا. 2 جرام كركم شبه ده اهو بالظبط، و8.5 جرام ملح. كده احنا عملنا بحاجه بسيطه جدا عندنا كلنا في البيت بهارات بطاطس طبيعيه مميزه ريحتها تحفه. عملت 50 جرام هترش منها على البطاطس هتطلع معاكي فعلا حاجه مميزه، شبه بهارات كتير جدا احنا بنشتريها تعملها في البيت. وفرتي، عملت حاجه نظيفه، حاجه مميزه. وما تنسيش تبخليش علينا بالمتابعه. انا احمد شاكر من نوفاتريد، بقدم لك محتوى عن التوابل المواد الغذائيه.